معقول شويه مكرونه مسلوقه وشويه لبن يطلع لنا الجمال ده كله؟ تعالي نشوف عملناها ازاي. هنجيب نص كيس من المكرونه نسلقها كويس جدا، بعد كده نصفيها من الميه، هننزل بيها في الخلاط كوبايتين من اللبن وكمان كيسين من الفانيليا ونص كوبايه من السكر. وهنا بقى هنجيب معلقتين كبار من القشطه اللي هي بتاعت وش اللبن، او قشطه معلبه كده زي اللي انا كنت ماسكاها في ايدي، وهنضربها كويس جدا، ومعلقتين من السمنه البلدي. وهنا بقى هنضرب كويس جدا. انا نسيت هنا اضيف النشا في البدايه بس ضفتهم في الاخر وضربت تاني. بصوا يا جماعه، ده كده القوام اللي احنا عايزينه، اهم حاجه تكون ناعمه. هنجيب بقى حله وهننزل بكوبايتين من الحليب، هنرفعهم على النار. اول لما اللبن يغلي هننزل بالعزيزيه. يا جماعه دي اسمها عزيزيه دمياطي بجد، يعني كده لازم تجربوها. بعد كده بقى لما توصل القوام ده تغلي غلوه بس كده على النار، هنجيب بقى صاج واسع وهندهنه بمعلقه من الزبده البلدي، وهننزل بالعزيزيه في الصاج ونسيبها بقى لما تعمل قشره. يعني لازم نسيبها تبرد خالص وتعمل قشره، علشان هندهن وشها بالسمنه البلدي، فمش هنعرف ندهن وشها الا لما تعمل القشره اللي انا بقول لكم عليها. بعد كده هندخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160. هنسيبها بس 10 دقايق تاخد بس وش، وممكن اخر دقيقتين نفتح الشواية لما تاخد بقى الوش الحلو دوت هنطلعها من الفرن. وبرده هنا لازم نسيبها تبرد. انا طلعتها بعد كده سبتها تبرد لمدة ساعة. المفروض كمان يعني نسيبها وقت اكتر من كده، بس كالعادة مستعجلين عليها. انا اول مرة اعملها وبجد طلعت خطيرة، لازم تجربوها. باي باي.